بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو هدايا بسيطه كده ولادي جابوها لي بمناسبه عيد الام. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل الامهات طيبه وبصحه وخير يا رب، وفرحانين باولادكم. ويرحم كل الامهات اللي متوفيين ويصبر ولادهم واهاليهم. طبعا احنا مش بنعترف بعيد الام، لا هو يوم في السنه الولاد بيجيبوا هدايا وخلاص، انما عيد ام لا، هو مفيش حاجه اسمها عيد ام. تعالوا كده نشوف هدايا عبد الرحمن. طبعا هي هدايا بسيطه على قدهم، لسه هم ولاد معهمش فلوس، مش بيشتغلوا كده. المهم الكلمه اللي قالوها لي وهم جايبين لي الهدايا دي، هي بالنسبه لكم تكون بسيطه او بالنسبه لهم، حتى هم قالوا كده. ايه الكلمه اللي هم قالوها؟ قالوا يا ماما دي مش قيمتك، وان شاء الله السنه الجايه نقدر ونجيب لك اكتر من كده واغلى من كده. هم عندي والله هديتي بجد، يا رب ما اشوف فيهم حاجه وحشه ابدا، وخليهم لي ويخلي لكم اولادكم. تعالوا كده نبدا بعبد الرحمن. جاب لي الانسيال ده جميل قوي، مش بيغير لون. هما شايفينها بسيطه لكن هي عندي هدايا كبيره بجد، وخصوصا ان هما فاجئوني والله. يعني انا لقيت عبد الرحمن داخل عليا بيقول لي يا ماما انا جبت لك الهدايا دي، وانا عارفه ان هي مش قيمتك بس دي مقدرتي، وعمر كمان. والانسيال التاني ده طبعا هلبسهم دلوقتي واوريهم لكم في اللبس. ده عبد الرحمن وده عبد الرحمن. وجاب لي الطوق ده او السلسله دي على شكل قلب كده. طبعا هلبس لكم اول انسيال كده. شوف ده شكله كده، بس طبعا مش عارفه البسه لوحدي، محدش هنا دلوقتي. ده شكله في الايد تحفه. طبعا قلت لكم مفيش حد هنا يلبسني، بس عمر جه لبسهم لي كده، لبستهم في ايد. طبعا مش همشي بهم الاتنين مع بعض كده، بس انا لبستهم مره واحده عشان تشوفوهم. هبعدهم كده عشان يبقى واضح لكم. شايفين الجمال؟ حلوين قوي 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 قوي، وخصوصا ده عجبني قوي. ربنا يخليهم لي يا رب، تحفه شكلهم. اكيد هتشوفوهم في ايدي برضو واحنا بنصور مع بعض فيديوهات، البس منهم في العيد كمان. هتلاقوني برضو جايبه طوق اللي هو الطبقات ده في الفيديو بتاع مشتريات العيد اللي انا قلت لكم عليه، بجهزه مع الاكسسوارات بتاعه عبود دي. هلبسها بقى في العيد. حلوه قوي بجد. كل سنه وهو طيب يا رب، وربنا يخليه ليا. طبعا اللي ما يعرفش عبد الرحمن ده او عبود ده ابني الكبير. ودي السلسله بتاعته كمان اللي هو جابها لي، حاجه ناعمه كده على شكل قلب. حلوه قوي. وعلى فكره الاكسسوارات الفضي اللي زي السلك ده ما تبقى ضامنه ان هو مش بيغير لون. بس بعد كده يا عبد الرحمن تجيب لي اللي هي طويله، انا ما بحبش القصيره دي. حلوين بجد. وده عاجبني قوي قوي، وده كمان. هدايا عبد الرحمن. تعالوا بقى نشوف عموره جاب لي ايه. طبعا جايب البوكس ده شوكولاته، والكور طبعا ديت اللي بتطير في الدنيا، شوكولاته كمان شوكولاته. جايب البرفان ده لوحده كده بمبلغ، اللي عارفينه كده عارفين ان ده مبلغ لوحده. انا طبعا يوم عيد الام رحت لماما بالليل بعد الفطار، عيدت عليها. انا كنت جايبه لها السنه دي بصراحه، جبت لها حاجه بسيطه، جبت لها عبايتين. كل سنه كنت بجيب لها حاجه كده، مثلا دفايه كهرباء، كاتل، ام سراير. السنه دي هي قالت قدامي يعني ان هي عايزه عبايه للعيد. على فكره ماما من الامهات اللي مش بتبقى عايزاني اصرف ولا اجيب لها اي حاجه، تقول لي بيكفي انت هديتي، ربنا يخليها لي يا رب، وكل سنه وهي طيبه. هي بالنسبه لي الحياه ام ديت، ربنا يخليها لي، وبحبها قوي قوي، ويا رب تفضل تاج على راس العمر كله، وياخد من عمري ويديها ويبارك لي فيها يا رب. زي ما قلت لكم انا رحت لها وجبت لها عبايتين، وكانت فرحانه جدا جدا. امي من الناس اللي بروح انا اوطي عشان ابوس ايديها، بتشد ايديها وبتبقى ايه عايزه هي تبوس ايديا. انا بحبها قوي قوي قوي، وبجد هي نبع الحنان وهي ست الكل.
وستي وتاج راسي، يا رب يخليها لي يا رب ويديها الصحة وياخد من عمره ويديها كل سنة وهي طيبة يا رب. ده البرفيوم كده، ده مون باريس، ريحتها ثابته جدا ومفحفحه. طبعا هو كان في هناك فاتحين واحده ورشش منها وريحتها كانت هي حريمي بس هو قال يا ماما انا كان لازم اجربها عشان عارف ان انت بتحب الروايح القويه. انا بحب الروايح القويه اللي تكون ثابته معايا الوقت طويل. عارفه ان الروايح القويه دي بتكون للرجاله، بس لا انا بحب الروايح القويه الثابته. دي شكلها طبعا اللي عارفينها زي ما قلت عارفين ان هي غاليه، ما نحرمش منك يا عموره، والسنه الجايه برضو تجيب لي حاجه اكبر من كده. هم هديتي، بس ما يمنعش ان انا برضو بستنى الهدايا. مون باريس دي برفان، ودي الشوكولاته، وجاب لي الميداليه دي. انا بقى معايا ميداليات كتير قوي، طبعا جايبها لي اللون اللي انا بحبه. حبيب قلبي يا عموره ما نحرمش منك. وجاب لي البيرسنج ده، الحلقان دي، الحاجات دي عشقي. في ناس ممكن تقول ايه الهدايا دي، لا انا بعشق الحاجات دي، الاكسسوارات والحاجات دي. حتى اللي متابعيني تلاقوني دايما على طول بجيب حاجات من دي. حلو قوي الحلقه اللي هو القلب ده، جميل. وكده خلاص بقى خلصت الهدايا. بشكر عبود وعمر، بشكرهم من قلبي، وربنا يخليهم لي يا رب، ويخليهم لي بصحتهم ويكونوا دايما مبسوطين، واشوفهم ناجحين على طول يا رب، هم وكل اللي زيهم، ويخلي لكم اولادكم، وكل سنه وكل الامهات زي ما قلت في اول الفيديو طيبين. وبس كده حبيت اشارك معاكم الهدايا بتاعت ولادي اللي عجباني قوي قوي قوي. بكفي زي ما قلت لكم ان هم افتكروني. شايفين دي لوحدها بالدنيا كده ان هم فاكريني، ما نحرمش منهم يا رب، العمر كله يفضلوا على راسي يا رب. وكده خلصت الفيديو بتاعي النهارده، مش عايزه اتاثر اكتر من كده، وبقول لهم من خلال الفيديو ده ان انا بحبكم قوي قوي قوي، وربنا يا رب ما يضرني فيكم ابدا ابدا. وكده خلص الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عاجبكم، وكل سنه وانتم طيبين كمان مره، وسلام. دي كانت سفرتنا، دي كانت عزومه انا عاملاها النهارده، بس ما صورتش معاكم حاجه، بس حبيت اشارك معاكم كده في النهايه. بس لو عايزين فكرة او طريقة اي حاجة من اللي انا عاملاها ديت برضو قولولي وانا اعملها معاكم في يوم تاني، لسه رمضان طويل. تعالوا نبدأ بقى من البداية كده. عملنا سلطة، المخللات، عملنا طحينة هنا، طبعا اللي على وش الطحينة ده سماق زينة كده، كمان بيديها طعم كده فيه لذعة حلوة. عملت رز محمر عشان انا عاملة مكرونة بشاميل، اللي ما بيحبش المكرونة ياكل رز محمر. شيبسي ده ما عملتوش، ده فضيته. عملت هنا شوربة عصفور وبسلة، عامله بسله كده باللحمه برضو عشان غموس مع الرز. المكرونه البشاميل، طبعا المكرونه دي انا حاشياها لحمه. عملنا سمبوسه جبنه لسه متحمره حالا ومقرمشه. ودي رز كمان، رز محمر. عملت فراخ عاملاها 3 اشكال، ده مدهونه كده كاتشب للي يحب، دي بانيه مقرمش، دي بالخلطه بس كده بدون بانيه، تشكيله كده. طبعا في اطباق تانية مغروفه، بس المكان ما شاء الله مش واخد. انا حاطه لكم كده حاجات كده عينات عشان بس اوريكم السفره كامله. وزي ما قلت لكم لو عايزين فكره اي وصفه من ديت او طريقتها بالتفصيل عادي نعملها في يوم تاني مفيش مشكله. شويه وهوريكم الحلويات كمان، طبعا في حلو بس هو في مكان تاني. المكان زي ما انتم شايفين مليان على الاخر ما شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. هنشوف الحلويات بعد شويه. دي بقى الحلويات بتاعه العزومه، دي طبقات كنافه محمره كده، بعدين بسكوت، بعدين طبعا عملت صوص كراميل، بس طبعا بعد الكراميل اللي حمرته حطيت له زبده وبعدين حليب ونشا، بقى زي المهلبيه كده، بقت مهلبيه كراميل طعمها تحفه. طبعا احنا دلوقتي بعد الفطار بصورها لكم، وده الشكل النهائي من فوق. واحلى حلويات، شيك لكن بسيطه وسهله، ما خدتش معايا وقت. وكمان الكنافه المحمره دي انا حمرتها في الفرن عشان ما اقعدش اقلب كتير،
تقدري تكسريها، طبعا بتطلعيها من الفريزر عشان تقدري تقطعيها كده رفيعه، وبتحطها في الفرن من غير سمنه خالص، وكل دقيقه ولا حاجه بتطلعيها تقلبيها وتدخليها تاني، ما بتاخدش وقت على النار. كمان ما بتضطريش تحطي سمنه كتير، انت بتحمرها زي ما قلنا بدون سمنه، وبعد ما تتحمص بقى تاخد التحميصه اللون اللي انت عايزاه، بتحطي لها معلقه سمنه واحده او 2 براحتك انت بقى. المهم السمنه بتقدري تتحكمي فيها، لان زي ما قلنا بتتحمص الاول بدون اي سمنه. لو حطيتيها على النار بتعوز تقليب كتير وبتوجع الدراع بصراحه. الطريقه دي سهله. حطينا طبقه الكنافه، بعدين زي ما قلنا بسكوت، بعدين مهلبيه الكراميل، بعدين كنافه، بعدين كنافه، بعدين كراميل مهلبيه، بعدين الصوص بتاعنا. حطينا كده بسكوت على الوش كده، وطلعت بالجمال ده. شكله شيك زي ما قلنا، لكن مش مكلف ومش متعب. باكو بسكوت كده، انا احتجت باكو من اللي هو ب10 جنيه البسكوت ده، اللي هو البسكوت ده كده باكو واحد عمل لي الطبقات اللي تحت، وكمان حطيت على الوش كده. جربوها هيعجبكم. لو عايزين اعمله بالتفصيل برضو، انا قلت لكم شاركت معاكم العزومه لكن مره واحده، لكن ما عملتش حاجه بالتفصيل. لو عايزين اي وصفه بقى بتفصيلها قولولي وانا اعملها معاكم، مفيش مشكله. وكل سنه وانتم طيبين كمان مره.